السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل القرصة الفلاحي الطرية. هعملها معاكم بالعجوة وكمان هعملها سادة. واللهم بارك، القرصة بجد طالعة خفيفة وطرية. تابعيني بقى علشان هقولك على العجينة المظبوطة اللي تخلي معاكي القرصة الفلاحي طرية خفيفة ومش مكتومة. ويا ريت لو اول مرة تشرفيني يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. في الاول بقى بنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. لو عايزة تعملي القرصة الفلاحي طرية وخفيفة يبقى لازم بقى تجربي طريقة النهاردة. انا في الاول نزلت ب 400 جرام حليب ونزلت ب 100 جرام سكر ومعلقة خميرة فورية كبيرة يعني على الميزان 10 جرام. الاول انا قلبت الخميرة والسكر يعني ما نزلتش بالسمنة علشان اتأكد بس ان الخميرة نشطة ولا لا. لو عملت معاكي فقاعات وكمان ريحتها ظهرت يبقى كده الخميرة نشطة. بعد كده نزلت ب 150 جرام سمنة. بعد كده انا نزلت بكيلو دقيق، والدقيق انا نخلاه كويس في الاول، ومع الدقيق رشة ملح ومعلقة باكنج باودر. يعني النهارده مقادير الكيلو، تقدري بقى تطبقي مقدار الكيلو على اي مقدار انت حباه، بس مقادير مظبوطه 100%. عجينه القرص يا جماعه ما بتتلتش خالص. يعني انا في اول العجين انا قلبت بالمعلقه لحد ما الدقيق اختفى، وبعد كده هتشوفي طريقه العجينه بتاع القرص علشان ما يبقاش ليها عرق. كمان انا ما نزلتش الا ب 400 جرام في الاول حليب. انا احتاجت بقى معانا حليب نقدر بقى نطري العجينه واحده واحده بدل ما نعملها عجينه طريه ونرجع نضيف دقيق. الدقيق هيبوظ معانا المكونات خالص. انا عايزاكي بقى تمشي على نفس خطوات العجين. القرصه هتطلع معاكي خفيفه وكمان طريه لانها معجونه بالحليب ما دخلهاش ميه خالص. فطعم القرصه من الاخر طعمها بجد تحفه. اهم حاجه بقى هي العجين، ومش عايزين ان احنا نلت قوي قوي في العجينه. يعني كل ما نحب ان احنا نطري العجينه كده نمسك نقطع العجينه كده ونطريها بايدينا بين ايدينا كده، يعني ما نلتهاش خالص. كيلو دقيق اخد معايا 600 جرام حليب، بس على حسب نوع الدقيق اللي انت بتعجنيه. في دقيق بقى بيشرب سوائل كتيره بيبقى ليه عرق قوي، وفي دقيق لا. يعني نخلي بالنا من خطوات العجين. اهم حاجه ان العجينه ما تبقاش يابسه علشان القرصه ما تبقاش تقيله ومكتومه. خلي بقى العجينه كده في الوسط، يعني مش عجينه طريه قوي ولا عجينه يابسه. خليها كده في الوسط، يعني عجينه نضغط عليها عجينه طريه بس في نفس الوقت ما فيهاش اي تلزيق. بعد كده انا هقطع بقى العجينه كلها وهسيبها ترتاح. يعني عملت الكوره كده قد الليمونه الوسط، يعني عملت الكيلو 35 قرصه. قطعت العجينه كلها وسبتها كده ارتاحت تلت ساعه. نيجي بقى نفرد القرصه. بنلاقي القرصه بتفرد معانا بكل سهوله، يعني ما بتلمش تاني. لو لقيت عجينه القرص كل ما تفرديها بتلم، عايزاكي بقى تغطيها بكيس وسيبيها تلت ساعه. اول ما ترتاح هتلاقي بقى ان انت بتفردي القرصه هتفرد معاكي بكل سهوله ومش هتلم تاني. يعني لو بتعملي القرصة وبتقطعيها وتيجي تفرديها على طول، لا ريحي العجينة وشوفيها هتلاقي نفسك بقى عملت الكمية كلها في 5 دقايق. يعني اعملي اكبر كمية من القرص، ما تقلقيش خالص، ايديكي مش هتوجعك. وداعم بقى الوجع الايدين بعد ما هتجربي طريقة النهاردة. وسعي بين القرصة والتانية علشان لسه هتخمر. الصاج بقى اللي انت هتسوي فيه القرصة ما تكونش ممسوحة اي مادة دهنية. القرصة الفلاحي اللهم بارك بتدي قاعدة حلوة جدا، وبتبقى تسويتها حلوة من غير ما نمسح الصاج خالص أي مادة دهنية. الصاج اللي بيتملي بنغطيه بالكيس وبنركنه جنبينا. العجوة دي بقى اللي أنا عملتها معاكم على القناة في أول محصول البلح. أحلى حاجة بقى إن انت تعملي العجوة بإيديكي وتفرزيها، ولما تعوزي تعملي قرصة بالعجوة تطلعي منها كيس. أنا طلعت بقى كيس النهاردة وضفت معاه كده معلقة سمنة علشان أطر العجوة وتتشكل معايا بكل سهولة، وكمان ضفت معلقة سمسم علشان طعم العجوة يبقى حلو. انا ما بحبش خالص ان انا اشتري عجوه من بره، وبحب اعمل العجوه في البيت علشان اتاكد ان هي نظيفه. اللهم بارك، طعم العجوه اللي هي في البيت طعمها تحفه. كورت بقى كل العجوه وبعد كده قمت شطفت ايديا. جبت بقى قطعه عجين وجبت قطع من العجوه وضغطت عليها ودخلتها جوه العجين وقفلت عليها كويس جدا. اهم حاجه تتاكدي ان هي اتقفلت عليها والعجوه مش باينه معاكي خالص. هتضغطي بقى ضغطه واحده على العجينه هتلاقيها بتفرد وما بتلمش. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت بقى لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جميل منك. يلا بقى حط اللايك وتعالوا نكمل مع بعض بقية الخطوات. بمقص او سكينة وهنعمل رسمة الوردة. في الاول بنعمل بنقص كده قصاد بعضيه، بنقسم الدايرة 4 ارباع، وبعد كده كل ربع بنقسمه كده نصين. انا عملت كده رسمة الوردة، واي تشكيل هيعجبك هتعمليه. وعملت كمان تشكيل كده في الاخر بس ما جاش معايا في التصوير. دخلت العجوة جوه العجينة وقفلت عليها وبالسكينة وعملت كده فتحتين في القرصة من فوق، يعني برضو كان شكلهم حلو. يعني اي تشكيل هيعجبك هتعمليه. اهم حاجة بس هي الطريقة، اهم حاجة هي العجين. العجينة لو مظبوطة هتعرفي تشكلي فيها وهتطلع معاكي مظبوطة. يعني العجينة وشها ناعم وكمان اللهم بارك طرية. العجينة مظبوطة يعني تاخد وتدي معاكي في التشكيل.
فانا عايزاكي بس تظبطي العجينه وتمشي على نفس خطوات العجينه لو مظبوطه تقدري بقى تشكلي وتحطي العجوه وتعمليها باي شكل انت عايزاه. عملت معاكم القرصه الفلاحي ساده وجبتها في اول التصوير علشان لو انت حابه تعمليها الكميه كلها ساده. وعايزه اقول لك لو عملتي نفس الطريقه هتفضل معاكي القرصه طريه من اول قرصه هتاخديها لحد اخر قرصه. وكمان القرصه اللي هي بالعجوه جميله جدا. انا عجنتها علشان هعملها كلها ساده بس ولادي بقى قالوا لي اعملي لنا بالعجوه. فعملت بقى نص الكميه بالعجوه ونصها ساده. اللي يعجبك انتي هتعمليه على حسب ما انتي عايزه. اللهم بارك طريقتها سهله جدا وسريعه ومفيش اسهل من كده بصراحه. وتطلع النتيجة في الآخر تحفة. التشكيل سهل ما بياخدش وقت خالص صدقيني لو الطريقة مظبوطة معاكي من الأول هتلاقي بقى التشكيل مش هياخد معاكي وقت خالص. وأنا خلصت كده الكمية هغطيها بقى بالكيس وهسيبها لما تخمر. وادي الشكل التاني عملت فتحتين كده في القرصة من فوق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. سيبت بقى القرصة اختمرت اخدت معايا كده نص ساعة يعني هي في الصيف ما بتاخدش وقت خالص. على ما بتخلصي بتغطيها بتقومي تلاقيها كده رفعت الصاج اللي انت عملتيه في الأول. بنشغل بقى الفرن يسخن قبليها ب10 دقايق. واول ما بيسخن بنوطي البلاطه ونوطي الشمعة. وندخل بقى الصاج اللي احنا عملناه في الاول علشان بيكون اختمر. وبعد كده بنديله بقى كل شويه علشان يدينا لون موحد. شكل القرصه بجد تحفه وكمان ريحتها ملت معايا المكان. لو هتسويها في فرن البوتاجاز هتمشي على نفس الخطوات. القرصه التانية بقى اللي احنا شكلناها بالعجوه انا مسحت وشها بالحليب وضفت عليها سمسم. اللي هي سادة اللي دخلتها على طول ما مسحتهاش بالحليب وعطت لون تحفة. وزي ما انتوا شايفين كده القرصة خفيفة. اللهم بارك بتتكلم عن نفسها. يعني قرصة فلاحي خفيفة وطرية يعني من الآخر هتاكلي أحلى قرصة فلاحي. جربي بس الطريقة وامشي على نفس الخطوات. أهم حاجة العجينة تظبطيها علشان القرصة تطلع معاكي طرية. اللهم بارك التسوية تحفة. يعني من فوق ومن تحت عطت لون تحفة. وادي شكل القرصة يا جماعة شكلناها كده كذا تشكيل. قومي بقى جربيها اعملي حتى لو نص كيلو هيعملوا معاكي 20 قرصة. جربيها ولو ظبطت معاكي تقدري بقى تعملي كمية. بس انا متأكدة ان هي هتطلع معاكي مظبوطة وهتسجلي الوصفة دي. ومش هتعملي القرصة الفلاحي الا بنفس الطريقة على طول. اهم حاجة انا عايزاكي تظبطي بس خطوات العجين. وبقية الخطوات كلها هتكون سهلة معاكي يعني العجينة لو ظبطت معاكي هتلاقيها في التشكيل سهلة. هتلاقيها في النتيجة هتطلع معاكي حلوة. القرصة هتطلع طرية وخفيفة ومش مكتومة. القرصة النهاردة انا مش ضايفالها مية. بس لو انت بقى حابة تضيفي نص المقدار مية ونص حليب القرصة هتطلع معاكي تحفة. هي اهم حاجة هي خطوات العجين. انا عايزاكي بس كل ما تطري في العجينة ما تلتيش كتير في العجينة. وتمشي بس خطوة خطوة كده يعني تطريها واحدة واحدة. ما تطريش العجينة مرة واحدة علشان ما تتلزقش معاكي او تتقطع او تغلبك او تحسي ان العجينة باظت. بتمنى بجد ان يكون الطريقة عجبتكم واتمنى ان يكون شرحي بسيط. اتمنى بقى ان انت ما تنسانيش بلايك ولا اشتراك للقناة. استناني في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.